لو نام اكتر ممكن ظهره لا بتغير الاشعه البيولوجيه بتاعت الجسم. 6 كويس يعني؟ 6 كويس جدا لو عودته على 6. في ناس بتنام 4 ساعات تخيلها 4 ساعات بس عود جسمه على كده. بس لغايه بعد ال 40، بعد ال 40 لا لازم يرجع ل 8 ساعات. 8 ساعات ده النورمال. الشباب ممكن 4 ساعات كويس جدا جدا. انا بنور بس انت متعود برضه على كده، يعني هي الركعه على تعود الجسم منه. والدهون دي حلها رياضه؟ الرياضه واكل وجلسات. ما هو بص يا جماعه عشان بس ما تعرفهاش كيماوي بس مش هينفع، رياضه بس ما ينفعش، هي متكامله. عشان كده هيجي يبص لك البني ادم ده ان هو منظومه متكامله. يعني ده الكمبيوتر، جبت كيسه وكيبورد وجبت الشاشه هيشتغل؟ لا لازم تعمل التوصيلات بتاعتك دي ده مع ده مع ده ويتعرفوا على بعض يشتغل بالظبط كده. لكن الجسم البني ادم نفس القصه، عقل وروح وجسد لازم يحصل تداخل بينهم وبين بعض. رياضه مع اكل مع جلسات اللي هي الصوت بس. الاستاذ جمال عنده تطبيق في الشعب الهوائيه بالنسبه للجهاز التنفسي، يمكن ده مهم جدا بحسها لما باجي انام اكتر. صح كده؟ تمام. في كسر شويه برضه في الدوره الدمويه وده اللي بيبان جدا من الهالات السوداء اللي تحت العين. يعني واحد يقول لك لا انا بنام كويس بس برضه بيطلع لي هالات سوداء تحت العين. تحت العين تمام الدكتور يبص على حلقه العين يشوف الكلى ويشوف الكبد اخبارهم. ما ده ريفلكسور. طب الهالات الهالات العين. نعم الهالات دي بقى من ايه بقى؟ الكبد والكلى. بس انا لسه عامل تحليل كبد دلوقتي كل حاجه طالعه. ما انا بقول عايزك تقول لك عيد التحليل اللي عامل ساعات ما بتجيش. في عقل كده هي ساعات رقبت كده. ايوه بالظبط كده وفقط. هو بس يمكن عشان الكاس اللي هو دوره دمويه. طبعا انا بقالي 4 سنين عامل 3 عمليات في ظهري. كنت طبعا قعدت اجازه. هو واضح جدا ما كانش فيه رياضه قوي وما كانش فيه يعني ايه حركه فممكن بس في اي حاجه انا ما قلتهاش. هو في عمليه مراره، في عمليه لوز. لا العمليات